السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الأعزاء، مرحبا بكم في قناة وجبات ليلى التي ترحب بكم. اليوم سنقوم بتقديم طريقة التحضير سلطات الفواكه بالكريمة اللي غنحتاجو فيها نص لتر ديال الحليب، غادي نحتاجو يطرو لارب ديال العصير الليمون، حامضة، عصير الحامضة وحدة، جوج معالق كبار ديال بودرة كريم باتيسري، 7 ديال المعالق كبار ديال السكر، ساشية وحدة ديال فاني، 2 ساشيات ديال الفلو بدون سكر. الفاكهة غادي نحتاجو 1 اجاصة، 1 تفاحة، 1 بنانة، 1 برقوق طري. وبالنسبه للتزيين غادي نحتاجو خوخه، الفراوله، كيوي، وغادي نحتاجو شويه ديال الكوك. الفواكه ديالنا غادي نقطعوهم طراف صغار. من بعد ما قطعناها نتوما كما كتشوفوا غادي نضيفوا عليها عصير الحامض باش ما يتحالناش، نخلطوه شاده اللون ديالها. غادي نخليوه على جانب. بالنسبه للكريمه ديالنا نديرو نص لتر الحليب، نديرو كريم ديالنا 2 معالق كبار، غنديرو 4 ديال المعالق ديال السكر، و3 كنخليوهم على حساب عصير الليمون. نحركوه كنزلوه فوق النار. نحركوه هكا، كنستمروا بالتحريك ما كنحيدوش يدينا، كنستمروا هكا مده ديال 3 ديال الدقائق. من بعد كنزلوها من فوق النار. هو بدا كيعقد الكريم ديالنا. حنا دابا كملنا 3 ديال الدقائق، غنطفيو عليه. غادي نجيبو الكؤوس ديالنا اللي غادي نقدمو فيه، غنفرغو فيه شويه الخليط ديال الكريم باتيسري هكا، وغادي ندوزو للمرحله الثانيه. المرحله الثانيه غادي ندوزو نديرو الفاكهه ديالنا، الكؤوس، غادي ندوزو للمرحله الثالثه اللي غادي نديرو فيه العصير الليمون، ثلاثة المعالق ديال السكر، ساشيه ديال الفلو،
شويه ديال فاني. كنخلطو كنشعلو عليه البوطه وكنخليه حتى كيغلى وكنطفيو عليه. ما حنا سيدناه غلا وطفينا عليه وخليناه حتى برد، وغادي نكبوه على الكيسان ديالنا. ما غادي نقول لكم ما تخليوش يكون يعني سخون وتجيو تكبوه، خليوه يبرد شويه. بسم الله. كنخليوه حتى كيبرد، نديروه دابا في الثلاجه حتى كيبرد. من بعد ما وجدنا السلطه ديالنا غادي نقدموها بارده. والى هنا تنتهي حلقتنا اليوم. آمل أن تكون نالت إعجابكم. لا تبخلوا علينا بالضغط على زر إعجاب والزر المشاركة لتتواصلوا بكل جديد إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.